جميع السوريين ببرج حمود إغلاق جميع المحلات والمنازل قبل يوم الجمعة، لقد آثر من أنزل. ما في شيء أبدا، بس معاملة اللبنانيين يعني شغلة صغيرة من معاملة اللبنانيين للسوريين. فيديو واحد تمام، طبعا ما عرضت فيديوهات اغتصاب وقتل الأطفال، وما عرضت فيديوهات المسبات، وما عرضت فيديوهات تكسير المحلات للسوريين اللي موجودين وين؟ بلبنان وقت الحرب السورية. اليوم عم نشوف آلاف من السيارات اللبنانية متجهة لسوريا. لوين رايحين؟ للبيوت اللي دمرتوها؟ وين رايحين؟ للناس اللي هجرتوها؟ لمين رايحين؟ لما طلعتوا ورقصتوا وغنيتوا لما تهجروا أهل حمص وأهل القصير، لوين رايحين؟ لوين؟ وبتجي اليوم وحدة أو شخص أو واحد بيحاكوني بيقولوا لي هدول مو السوريين، هدول مو اللبنانيين اللي رايحين على سوريا، هدول اللبنانيين. فيك تفوتي تشوفي الدوائر الحكومية أو فيك تشوفي الطوابير اللي مكتوب عليها اللبنانيين اللي واقفين عليها، اللبنانيين لحتى يفوتوا على سوريا. لوين رايحين؟ لوين رايحين؟ بس الدنيا كما تدين تدان، والدنيا دوارة، الدنيا دوارة. واليوم سوريا عم ترجع أحسن من قبل بكتير، تمام؟ سوريا عم ترجع أحسن من قبل، ونحن كنا لاجئين بالمخيمات بلبنان. اليوم انتوا رح تجوا لعنا، بس نصيحة من سوري لا تجوا، نصيحة مني إلكم لا تجوا، لأنه ما رح نستقبلكم. البحر موجود، نحن طلعنا على البحر، نحن تغربنا، نحن تشردنا، موجود البحر. روحوا اطلعوا على البحر، روحوا على أوروبا، لا تجوا على سوريا، لأنه ما في سوري واحد رح يستقبلكم، ما في سوري واحد رح يدخلكم بيوتهم. لما ب 2006 دخلناكم بيوتنا، فتحنا لكم الحدود ودخلناكم مدارسنا وما شافينا، لما صار معنا بال 2011 هي الأزمة شو عملتوا؟ ليكوا هي أكبر دليل شو عملتوا، تهجير وسب وإهانة. ليه؟ لأنه سوري ترك الحرب وراح لجأ. شو يعني لاجئ؟ يعني لجأ لحدا يقاويه، لحدا يعني يبعدوا عن الضرب، عن الحرب اللي هي مو حرب أصلا، تمام؟ فنصيحة مني لا حدا يجي من لبنان على سوريا، مو بس مني، باسمي وباسم كل السوريين، لا حدا يجي من لبنان على سوريا.